الحبايب. ناس كتيرة بتتكلم تقول لك أمريكا بلد بتجيب اكتئاب، وفي اكتئاب كتير وكده. طب ليه؟ وهل ده حقيقي يعني ولا لأ؟ الحقيقة هو الناس هنا دايما بشكل عام بتعيش إن هي تشتغل 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 عشان تكفي مصاريفها وغيره، فبتشتغل أوقات كتيرة جدا بسبب إن كل حد يعني محدش بيدخل دماغه وبيحشر دماغه في غيره، فكل واحد عايش مع نفسه، فمفيش حد بيفكر ان هو يعيش لنفسه بالطريقة اللي هو يحبها يعني. ما بيهتمش بآراء الناس او غيره، فتلاقي ان كل واحد عايش في كوكبه الخاص يعني. بس الموضوع بيزيد بشكل كبير بعيد عن المدن الكبيرة. المدن الكبيرة ممكن تلاقيهم ناس زحمة ومش عارف ايه وبتاع، بس يعني ايه، بيشوف ناس كتيرة، ناس رايحة وناس جاية ومعرفش ايه وكده، فالحياة يعني ايه بتاخد. فتلاقي الناس اللي في مدن زي مثلا مدينة نيويورك أو في لوس أنجلوس أو في المدن الكبيرة في المناطق اللي زي كده يعني، بتلاقي الناس ما عندهاش اكتئاب قوي، بس عندها ستريس يعني. هتلاقي ان اغلب الناس اللي عايشه في مدينه نيويورك مثلا ممكن ما تكونش عندها النوع ده من الاكتئاب. الحياه جميله، في خروجات كتيره وحياه، والدنيا شغاله 24 ساعه يعني، ومحلات وخروجات ومطاعم وعرب ومش عرب وده وده واللي انت عايزه يعني. بس هتلاقي عايش في ستريس وضغط كبير. هتلاقي بقى اللي بيروح يعيش في حتت بعيدة، يعني تروح مثلا الميد ويست أو تروح الحتت اللي بيسموها، أو اللي هو أنت يعني عايش مع نفسك كده في الصحراء. تلاقي الحياة فيها مختلفة. تلاقي فعلا يعني إيه، الناس ممكن تبقى حاسة باكتئاب هناك، ما عندهاش نوع، بس عندها ملل. لان كل واحد عايش لوحده وكل واحد بعيد عن التاني. وانت او انت او انت او كده اخرك يعني بتشوف حد لما تروح السوبر ماركت او تروح حاجه في حته، لكن غير كده انت عايش مع نفسك او عايز حد عندك. غير كده انت عايش مع نفسك بشكل كامل، محدش ليه في اللي انت بتعمله ولا انت بتدخل في غيرك. فالكثير من الناس ممكن ده يكون نوع من الضغط يعني اللي بيسبب اكتئاب يعني ليهم. في اماكن وسط، يعني انت مش بتبقى في مدينه كبيره، بتبقى في حاجه في حتت زي السابربس. هي اهدى بكتير من المدن، ما فيهاش الضغط بقى الجامد بتاع المدن، والناس لطيفه والحياه رز ولبن. بالمناسبه يعني اغلب الناس اللي بتعيش اللي في السابربس هتلاقي ان تعامل البني ادمين معاهم راقي جدا. هتلاقي الناس اللي عايشه فيها جميله يعني بشكل يعني فوق الوصف يعني. يعني ذوق اكتر من اللازم حقيقي يعني. فتلاقي اللي في السابربس مفيش قصص الستريس دوت. بس يعني الدنيا اهدى، يعني اهدى بكتير من المدينه يعني، مش بقى ما فيهاش صخب الحياه كبير. لكن مش زي الحته المقطوعه خالص يعني، في حتت وسط يعني الى حد ما. ففي الواحد في الاخر كل واحد بيعيش بالشكل اللي هو عايزه، فبيدور على المكان الانسب ليه. تمام. يعني مش كل الناس بتبقى عايزه تعيش في صخب، مش كل الناس عايزه تعيش في هدوء. كل واحد ليه دماغه وليه طريقته. زي ما في مدن كبيره زي نيويورك بتجذب المهاجرين جدد بشكل كبير في الاول بالذات. في حتت تانية الناس بتفكر تنقل لها وتروح لها وتعيش فيها بعدها. ف عادي يعني. انت عندك في ولايات، يعني في عندك نورث كارولاينا دلوقتي بتجذب كتير من المهاجرين الجدد، او يعني حتى مش الجدد، ان المهاجرين في الاغلب، يعني في الاغلب بلاش الجدد، في الاغلب بيروح مثلا حاجه زي نورث كارولاينا، بيكون هو مهاجر اوريدي وقعد فتره كذا سنه مثلا، وبعدين زهق من الحته اللي هو فيها، او لقى ان مشاكل كتيره او الدوشه او تكلفه الحياه غاليه وكده، فبيدور بقى يشوف حاجات تانية. فنورث كارولاينا من الحتت اللي طالعه قوي، اللي بدأ يبقى فيها حتى جاليه بدأت تكبر، جاليه عربيه بدأت تكبر في الفتره الحاليه يعني. هتلاقي في حتت بقى فيها تكدس كمان. يعني انت عندك فلوريدا كانت افضل بكتير، دلوقتي بقى ناس كتيره بتروحها يعني لا شكل كبير، فبقى في ارتفاع كبيره في الاسعار هناك يعني. ففي شانس كتيره وكل واحد ودماغه.